دي جيل واللي بتكون بتهرب أدوية من المعمل اللي شغالة فيه وبتبعتها لكريغ وبتقبض فلوس مقابلها، وبيروح يدي المخدرات لناس شغالين في ورشة سيارات وبيشوفوا شكلها وهي في العربية بتاعتها. وبعدها بتطلع على جدة أولادها عشان تاخد بنتها ماتيلدا وابنها نيوا لأنها بتكون المسؤولة عن حضانتهم، وبتنام شوية في عربيتها من كتر التعب اللي هي فيه لحد ما أولادها بيجولها وبيركبوا معاها عشان يقضوا معاها اليوم لحد ما جدتهم تخلص المشوار اللي عندها. وأثناء ما بتكون جيل سايقة العربية بتاعتها فجأة بتتفصل الكهرباء عن العربيات الموجودة في الشارع كلها وبيعملوا حادثة وبتتقلب العربية في المية، وبيقدروا يخرجوا بره العربية قبل ما تغرق. وبيكون في شرطي بيحاول انه ينقذ ماتيلدا لانها بتكون ماتت، لكنه بيخرج المية من رئتها وبينقذ حياتها. وبيقول لهم الشرطي ان الكهرباء فصلت عن كل حاجة حواليهم حتى اللاسلكي بتاعه فصل. وبتكون جيل مجروحة في دماغها وبيروحوا لأقرب مستشفى في المكان وبيلاقوها مليانة جرحى بسبب الحوادث اللي حصلت مرة واحدة، وبيلاقوا كل أجهزة المستشفى مفصولة والموبايلات كمان. وبتحاول جيل انها تداوي جرحها بنفسها لان محدش فاضلها. وفجأة بتسمع صوت واحدة بتصرخ من الفرحة لان ابنها كان في غيبوبة طويلة وصحي فجأة من النوم هو وكل المرضى اللي كانوا في غيبوبة طويلة. وبيرجعوا لبيت جدتهم اللي ملحقتش تروح مشوارها هي كمان، وبيقعدوا معاها في البيت على ضوء الشموع بسبب فصل الكهرباء. وبتدخل جيل عشان تنام لحد ميعاد الشغل بتاعها لكنها ما بتقدرش وبتطلع تقعد في الصالة وبتشوف صور جوزها المتوفي وبتلاقي ان الجدة هي كمان ما جالهاش نوم وبتطلع تقعد معاها. وبتقرر جيل انها تروح شغلها وخلاص، وبتطمن على بنتها وهي نايمة وكمان على ابنها نيوا. وبتلاقي باصص في السما بيتفرج على الشهب المتساقطة، لكن جيل بتقول له ان دي مش شهب وانها الأقمار الصناعية الموجودة في السما. وبتروح شغلها بالعجلة وبتلاقي الشباب عاملين حفلة ومنهم كريغ واللي بيطلب منها حبوب منومة كتير وهيدفع لها ضعف اللي بيدفعه. وبتطلع على شغلها وبيجي الجيش على شركة جيل بعربياتهم اللي شغالة. وبتدخل الدكتورة النفسية مورفي على جيل قبل ما تسرق الحبوب وما بتهتمش باللي بتعمله، وبتقول لهم انهم في مشكلة وان العالم انقطع عنه الطاقة. وبيكون معاهم الدكتور براين واللي بيقول ان العالم دلوقتي مش مشكلته طاقة بس، وان العالم فقد قدرة النوم ودي اكبر مصيبة حاليا لان بعد 84 ساعة بدون نوم بيبدأ الشخص انه ما يفكرش صح وبيبعد عن التفكير العقلاني، وبعد 96 ساعة بتحصل هلاوس وفشل في الحركة، ولو زادت المدة بتتشل كل أجهزة الجسم لحد ما القلب بيقف عن الحركة وبيموت الشخص بسبب قلة النوم. وان الجيش هينشئ محطة كاملة عشان لقوا واحدة قدرت تنام. وبتقول له جيل انها شافت بنتها نايمة من شوية بشكل طبيعي، وبيستغرب براين وبيقول لها ان ما بقاش في حاجة اسمها فقدان الوعي كمان، وان الانسان بقى يا اما صاحي يا اما ميت. وبتجري جيل على بنتها عشان تتأكد ان بنتها مش ميتة وما بتلاقيش بنتها في سريرها، فبتسأل ابنها عن مكان اخته وبيقول لها انها راحت مع جدته للكنيسة. وبيكون القس وكل الموجودين في الصلاة مش عارفين يناموا، وبيقول لهم ان قلة النوم ممكن تكون رسالة من الرب عشان نكسب وقت اكتر للتفكير في ذنوبنا، وبيسيبهم. وبيروح لماتيلدا في مكتبه واللي بيكون عارف انها قادرة تنام، وبيقول لها انها هتبقى الالهام الوحيد للناس كتير ان في امل يرجعوا يناموا من جديد. وبتكون جيل بتجهز شنطة وبتحط فيها اكل وبتقول لابنها انهم لازم يهربوا من مكانهم فورا ويدوروا على اي عربية شغالة زي عربيات الجيش وياخدوا ماتيلدا من الكنيسة ويهربوا لاي مكان. وبيجي براين عندها البيت وبيقول لها انها لازم بنتها تتسلم للجيش عشان يدرسوها في المحطة بتاعتهم ويعرفوا سبب نومها، ولان جيل رافضة ان بنتها تبقى فار تجارب للجيش. بتقوله انها مش هتسلم بنتها لحد. وبيخرجوا في الشارع وبيلاقوا هجوم على الصيدليات على امل انهم ياخدوا منوم ويناموا. وبيوصلوا الكنيسة وبيلاقوا ان ماتيلدا وجدتها متحاصرة من الناس، وبيقولوا انهم هيضحوا بماتيلدا يمكن الرب يرضى عنهم ويرجعوا يناموا تاني. وبيبدأ الشرطي انه يطلع المسدس بتاعه عشان يمنعوا ماتيلدا انها تخرج من الكنيسة لحد ما براين ما بيقول لهم ان اللي بيحصل لهم ده بسبب قلة النوم وان العلم هو اللي هينقذهم وان دكتور مورفي هي الحل الوحيد ليهم. وبيهددهم انهم لو ما سلموش البنت حالا هيمشوا ويرجع لهم بالجيش عشان ياخدوها بالعافية. وقبل ما يكمل كلامه بيضربوا الشرطي بالنار في راسه وبيقتلوا. وبتهرب الجدة وماتيلدا من الباب الخلفي للكنيسة، لكن بيقدر الشرطي انه يمسك الجدة وبيسألها عن مكان ماتيلدا اللي هيقتلها. وبتشاور الجدة بعينيها لجيل ان بنتها في الدور التاني. وبتوصل جيل لبنتها وبيهربوا من الكنيسة ومعاهم نيوا، وبيسمعوا صوت طلقات نار جاية من الكنيسة. وبيسألهم نيوا على اللي ناوية تعمله وانهم لازم يودوا ماتيلدا للمحطة بتاعة الجيش يمكن يلاقوا علاج، وانهم لو هربوا بيها بعيد عن الجيش هم هيموتوا بعد ايام وهتفضل ماتيلدا لوحدها من غير حماية ليها، وان اكتر مكان امان هي محطة الجيش عشان كده هو سرق احداثيات المكان من جيب براين بعد ما مات. وبتوافق جيل على كلام ابنها وبيدوروا على عربية شغالة زي عربيات الجيش. وبتدخل جيل الورشة اللي كان كريغ بيبيع لهم المخدرات بالغلط وبيكونوا عارفينها وبتحاول تستخبى منهم. وبتلاقي كريغ مرمي جنبها مقتول. تسمعهم وهم بيتكلموا ان العربيات القديمة اللي ما كانش فيها بطارية لحظة ما الكهرباء فصلت عن العالم هي بس اللي اشتغلت، وبيقدروا انهم يشغلوا عربيتين. وبتسرق جيل مفتاح عربية من الاتنين وبتستخبى لحد ما اللي في الورشة بيتحركوا بالعربية بتاعتهم. وبتاخد هي العربية التانية وبتروح لولادها وبيتحركوا في طريقهم لحد ما اللي بيجي عليهم. وبتلاقي جيل
إن أصحاب الورشة عاملين حادثة في الطريق وفي الأرض رصاص كتير، وبتنزل لهم عشان تاخد المسدس اللي معاهم وبتكمل طريقها، وبتقول لابنها اللي ضرب نار على عربية أصحاب الورشة هم رجالة مورفي بتوع الجيش، وبتحكي له جيل إن مورفي دكتورة نفسية خبيرة في النوم، وإن قلة النوم كان أسلوبها في تعذيب اللي بتحتاج استجوابهم، عشان كده مش سهل إنها تثق فيها. ومع ذلك هيكملوا في طريقهم عشان يروحوا المحطة، وبيوصلوا لأقرب مدينة قريبة منهم، وبيدخلوا مكتبة عشان يدوروا على خريطة يمشوا عليها، وبتاخد بنتها معاها وبتقول لها إنها من هنا ورايح لازم تتعلم تعتمد على نفسها كويس في حالة إنهم ماتوا أو سابوها، وبتعلمها إزاي تضرب نار عشان لو احتاجت إنها تقتل حيوان عشان تاكل، وإن المسدس مش معمول لقتل البشر بس. لكن ماتيلدا بترفض إنها تتعلم بسبب خوفها، وبتجري على العربية، وبيقدر نيوا إنه يجيب الخريطة اللي هيشوفوا عليها إحداثيات محطة الجيش، وبيتحركوا عليها وبيلاقوا إن المكان على بعد 240 كيلو، وبتبص من شباك المكتبة بتلاقي إن في سجن قريب تم اقتحامه وكل المساجين اللي فيه هربوا، وبتنزل جري على بنتها اللي نايمة في العربية، لكن بيكون في مسجون سرق عربيتها وما يعرفش إن في بنت نايمة في الكنبة اللي ورا، لحد ما بيكونوا في نص الشارع ومتحاصرين من كل المساجين، وواحد منهم بيطلب منها إنها تديله المسدس اللي معاها، وبعدها هيسيبها ويمشي، وبتخوفه وبتضرب رصاص في الأرض، لكن من سوء حظها إنها كانت آخر رصاصة في المسدس. وقبل ما بيبدأوا جري بتلاقي المسجون اللي سرق عربيتها رجع لها وبيقول لها اركبي، وبتعرف جيل إن المسجون اسمه دوج، وإنه كان مسجون لحد ما الحراس فتحوا عليهم السجن وسابوهم يهربوا، وبعدها لقى العربية بتاعتها وسرقها. وأثناء طريقهم بيلاقوا إن في طيارة واقعة في نص الطريق، وبيفرمل مرة واحدة وبيقع من جيل المسدس بتاعها، وبعد ما بياخدوا دوج عشان يهددها بيه بتقول له إنه ما فيهوش رصاص أصلا، فبياخد دوج مفاتيح العربية وبيقول لهم إنهم هينزلوا يدوروا على بنزين للعربية، وبياخدوا البنزين من جرر واقف جنب الطيارة المتدمرة، وبيدور دوج ونيوا على أي حاجة يمكن تساعدهم في الطيارة. وبيقول دوج لنيوا إنه عارف إن أخته بتقدر تنام وإنها الوحيدة اللي شافها نايمة من فترة، وبيلاقي دوج لبس في الطيارة لسه ما اتحرقش، وبيغير هدوم السجن، وبيقول لهم إنه ملوش مكان يروحوا وإنه هيفضل معاهم يمكن يساعدهم يوصلوا لمكانهم. وبتحاول جيل إنها تعلم ماتيلدا تسوق لوحدها لحد ما بتوصل لطريق مسدود وحواليها ناس متعلقة من رجليها، وبيهجم عليها ناس فجأة وبيكسروا في العربية، وبتبدل جيل مكانها مع ماتيلدا بسرعة، وبتقدر إنها تهرب منهم لحد ما بتشوف أنوار قدامها، وبتقول إن دي محطة الجيش وإنهم ما ينفعوش يفضلوا على الطريق الرئيسي لا يكون خطر، وإنهم هيكملوا طريقهم بعد كده مشي. وبتقول لدوج إنه ساعدهم بما فيه الكفاية وإنه ممكن ياخد العربية ويكمل طريقه هو لوحده، وبيسيبهم دوج، وبتقول جيل لأولادها إنها لازم تدخل المحطة لوحدها الأول عشان تتأكد إنها أمان، خصوصا بالنسبة لماتيلدا، وبعده هترجع لهم. وبتدخل المحطة عن طريق الغابة، وبتسمع 2 من الجيش بيقولوا كلمة المرور لبعض عشان يدخلوا المحطة لأنهم بدأوا ينسوا، وبتكتبها وراهم على باب المرور، وبتلبس بالطو أبيض كان قدامها كأنها دكتورة من ضمن الدكاترة اللي في المحطة، وبتتحرك عادي وسط الدكاترة لأنهم كده بيبقوا مشتتين بسبب قلة النوم، وبتقدر إنها توصل للست اللي بتقدر تنام، وبتقول لها إنها هتهربها مقابل إنها تربي بنتها وتحميها، لكن الست بتكون مريضة جدا، وبتقول لها إن هي اللي محتاجة المساعدة وإنها المفروض تكون ميتة لكن تم إنقاذها على آخر لحظة. وبتشوفها الدكتورة مورفي وبتسألها بتعمل إيه هنا، وبتقول لها جيل إنها جاية تساعدها زي ما هي عرضت عليها من 6 أيام، وبتعرف جيل منها إنه لسه ما فيش علاج لقلة النوم لحد دلوقتي، فبتطلع من المحطة وبتفضل تعيط لحد ما بتلاقي دوجو مع أولادها داخلين المحطة بالعربية وبيتم القبض عليهم، وبتقول لهم ماتيلدا إنها بتقدر تنام. وبعد ما بتدخل ماتيلدا المحطة بتشوف إن تجاربهم بتتعمل على قرد تجارب في سبيل إنهم يلاقوا حل لقلة النوم، وده لأن كل الحيوانات قدرت تنام بعد اللي حصل ما عدا القرود، وبيجربوا غاز التخدير على ماتيلدا وبتنام فعلا قدامهم. وبتروح مورفي تستجوب جيل وبتسألها لو كانت ماتيلدا عملت أي عمليات وهي صغيرة، وبتحاول إنها تعرف من جيل سبب نوم بنتها، وبتروح مورفي عشان تكمل أبحاث على ماتيلدا والست اللي معاها، لكن بيلاقوا إن الست تنفسها وقف وماتت وما بقاش قدامهم غير ماتيلدا. وبيبدأ كل الموجودين في تخيل هلوسات من حواليهم زي جيل اللي بتتخيل إن نيوا بيحاول يقتلها، وإن جندي من الجنود بيتخيل قنبلة قدامه وبيضرب النار عشوائي، وبيفقد كل الجنود السيطرة على نفسهم. وبتقدر جيل إنها تهرب من السجن اللي هي فيه، وبتروح على ماتيلدا بنتها، وبتكون مورفي مع ماتيلدا بتحاول تعرف سبب نومها، وبتخلي المساعد بتاعها يديلها حقنة فيها مادة تخليها تسهر أكتر، لكن الدكتور بيفضي الهواء من الحقنة وده اللي بيقتلها. وبتقدر جيل إنها تحرر ماتيلدا، وبيدوروا على نيوا وبيلاقوه ماسك سلك الكهرباء وبيقطعه بالسكينة، وده اللي بيكهربه وبينطره جامد وبيموت. وبتجري ماتيلدا على جهاز الصعق الكهربائي وبتجيبه لمامتها عشان يفوقوا بيه نيوا، لكن جيل بتستخدمه غلط لأنها بتكون لامسة نيوا هي وماتيلدا، وبيتكهربوا هم التلاتة وبيقعوا في الأرض. وبيطلع الصبح وبيكون كل اللي في المحطة مقتولين ومنهم دوج، وبتكون جيل نايمة على نيوا وهو بيتنفس، وبيفوق نيوا وبيقول لهم إنه كان بيحلم، لكن جيل بتكون وصلت لأقصى مرحلة من قلة النوم. وبتروح ماتيلدا عشان تجيب سرير ينقلوا عليه مامتها، وبتشوف في الأرض شارة شرطي وبتفتكر إنها ماتت لما غرقت في البحيرة، وإن شرطي أنقذها زي ما هم عملوا مع نيوا، وأنقذوا من بعد ما قطع النفس نهائيا بسبب إنه اتكهرب. وبيفهم نيوا إن
إن الحل إن الشخص يموت ويرجع للحياة من تاني، وبينقلوا مامتهم لأقرب مكان فيه مية وبيسحبوها للمية وبيغرقوها بإيديهم لحد ما نفسها بيتقطع وبتموت قدامهم، وبعدها بيخرجوها من المية وبيحاولوا يطردوا المية من الرئة بتاعتها وبيصحوها من جديد، وفعلا بتصحى جيل وهي قادرة تنام، وبيكون ده الحل الوحيد اللي بيخلي الإنسان يرجع لطبيعته وينام. وبس كده بيخلص الفيلم.